السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل العدس الاصفر بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات كلها موجودة في كل البيت وفي وقت قياسي وقصير جدا. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو كالعادة يا ريت تعملي لايك وشير وشاركي في القناة وفعلي زر الجرس مني كل جديد، وتعليق حلو كده زيك بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جبت هنا ربع كيلو من العدس، وهتحطي عليه المكونات دي: طماطم، بصل، وبطاطس، وجزر. ده كله ني كده هوت على طول على العدس بعد ما تغسليه وهو على النار. هتحطي برضو كمون وحبة ملح صغيرين. اول ما يغلي كده الريمة اللي طلعت دي نشيلها كلها ونتخلص منها. في ناس بتحط العدس مكرونه، براحتك، تحبي تحطي له مكرونه حطي له. ما اعرفش بصراحه بتحطها امتى، بس انا هو ده العدس اللي انا بعمله. كده نطلع الريمه كويس جدا، هتغطيه وتسيبيه لما يستوى. كده عرينا عليه قبليها بشويه كده نشوف اخبار العدس بتاعنا ايه. كده فاضل له حاجات بسيطه على النار وبعدين اطفي عليه. كده بعد ما استوى هنجيبه كله كده اهوت وهو سخن. لو عندك هاند بلندر وهو سخن اعمليه، ما عندكيش اصبري عليه لما يبرد واضربيه في الخلاط. وبعد كده هنصفيه. صفيه عشان ما يكونش فيه اي حاجه، قشر الطماطم او اي حاجه. كده بعد ما نصفيناه هنسيبه على جنب، ونيجي في الحله اللي سلقنا فيها وهنشتغل فيها تاني. هتجيبي الماده الدهنيه اللي تعجبك، دي ليا انا سالياها، وهتحطي فيها بصلايه حلوه كده اهوت محترمه، وتسيبيها لغايه لما تتحمر. بعد ما اتحمرت بالشكل ده هنحط فيها معلقه توم برضو كويسه، وتقلبيها لغايه لما تشمي ريحه التوم. تقلبي تنزلي عليها العدس على طول، ما تسيبيش التومه تتحمر. كده نزلنا العدس، وطبعا تقيل قوي، وهنخففه بحبه ميه. نزودي بقى ملح وكمون، هي دي البهارات اللي بنحطها على العدس: ملح وفلفل وكمون. وبعد ما يستوى هنحط له، او هو شغال كده هنحط له معلقه سمنه تانية، بس انا حاطه سمنه كتير في الاول. كده بعد ما غلى واستوى اهو، نغرفه بقى وهتاكلي احلى طبق عدس في الدنيا. كده فيديونا خلاص خلص. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. ده طبق العدس بتاعنا، كسرت اللون بس كده بحبه خضره صغيرين. وكده خلص فيديونا. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.